يا منمونه، ايه يا حبيبتي؟ قبل ما ننزل كده عشان ما نتخانقش، انت كاتبه كده كده لسته بكل الحاجات اللي هنحتاجها في العش بتاعنا. قوليهم لي بقى، حتى الحاجات اللي مش هنجيبها النهارده قوليها. ابداي بالرفايه. كاتل ب 700 جنيه. ده كاتل محترف. بهزرش والله، يعني هو بيغلي الميه ويصب الشاي ويولع لي سجاره عشان كده بياخد المبلغ ده؟ امال ليه يا منى؟ يا منى اجيب ليه اصلا كاتل يعيش العمر كله وانا مش ضامن اعيش العمر كله؟ ما انت شايفه الظروف عامله ازاي. وليه اجيبه واسيبه في الحياه لوحده يا منى؟ ما تخليه في المحل مع الناس اللي يعرفها. مش هجيب كاتل مش مساله بكام، مش هنجيب كاتل اصلا يا منى. بص احنا هنجيب شويه حطب وزلطتين، نحك الزلط نولع الحطب. بص بقى بالحركه الرومانسيه دي وفرت لك كام جهاز. عايزين بقى نعمل شاي، عايزين نطبخ عليه، النار دي تنور لنا تدفينا في الشتاء. الغي بقى كل، لا مش الكاتل، الغي بقى الكاتل والغي البوتاجاز والفرن الكهرباء والميكروويف والنجف والدفايه. 6 اجهزه حركه صايعه شغال عليها من امبارح. الغي يا منى. يا م- ماشي، ما الاجهزه على العروسه والعروسه على ذمتي، يبقى الحاجات دي عليا. الغي بعد اذنك اللي انا قلت لك عليه يا منى دلوقتي لو سمحت عشان ما نتخانقش. ماشي، ايه تاني يا حبيبتي؟ نفسك في ايه تاني؟ التلاجة والفريزر الاتنين هنجيب اتنين. لا ما احنا مش تجار جيلات يا منى عشان يبقى عندنا تلاجة وفريزر يا ستي بواقي اكل، يا رب نلاقي ناكل يا منى. انت ليه مش شايفه الظروف اللي احنا فيها؟ يا رب وجبه اليوم دي نلاقيها اصلا. مفيش يا ستي، لو بقى شويه بسله بيحطيهم على صدري، انا كده كده بني ادم بارد فمش هيبوظوا. تمام. اخرجي لي يا منى من المطبخ خالص عشان ريحتك طبيخ وانا اخرجي من المطبخ خالص، خلينا في حاجه تانية. مش هعمل امريكان كيتشن يا منى. لما نقلد الامريكان في احترامهم لبعض وتقديرهم للوقت نبقى نقلدهم في مطابخهم، انا مش هعمل اخرجي من المطبخ يا منى بعد اذنك ايوه. اوضه نوم ليه؟ لا يا ستي مش هننام على الارض يا منى ولا على مرتبه. انت ليه حصر خيالك في النوم في الحاجات دي؟ لا مش ده يا منى. احنا في الظروف دي ممكن مثلا نستلف فلوس وننام عليهم. هو ده يا منى النوم بتاع الايام دي. محدش بقى بينام ويحلم وصباح الخير، مفيش ده. تمام، مفيش سرير. لا دولاب ليه؟ هو انا متجوز عشان اقعد لابس؟ لا احنا كده كده مش هيبقى معانا فلوس نخرج، وفي البيت مش هنلبس بقى، نفضل قاعدين ليه سافل يا منى؟ ما حلالي. ايوه. مفيش، انت ما قعدتيش مع ماما؟ طيب ماشي، مفيش دولاب بقى، الغي الدولاب. وانا مرايتك فالغي برضو الشفونيره والتسريحه والحاجات دي. مفيش اوضه نوم خالص. تمام، ايه تاني نفسك في ايه؟ اوضه اطفال. لا مش هقول لك لما يجي وقته، لا مش موضوعنا، بس ما تستنيش اطفال بصراحه. لا انا ما فيش. هو انا لما اصحى كل يوم مخضوض على خبر زي ولا على سعر حاجه مستنيه مني ايه؟ ده اللي بيتخض مره بخ كده بيبقى فيها شك. مفيش اطفال عشان ما تتعشميش. ما بفولش والله، انا بروح الشغل جري، انا بعت العربيه. منى حاولي تدركي احنا في ايه. ماشي. مفيش اوضه اطفال. ايه تاني؟ ولا تلفزيون. انا كنت بطلع في الاذاعه المدرسيه، هقعد اعمل لك فقرات وهل تعلم ومش هعمل لك جو.